تخيل إنك صحيت من النوم لقيت حاجة واقفة جنبك، مش خيال، مش حلم، راجل بيبص فيك. وبدل ما تجري قررت تفضل ساكن في نفس البيت ده ل50 سنة. ده حصل فعلا وعاش واحد من أعظم فنانين مصر في الزمالك، في نفس الحي اللي اتولد فيه وفي نفس الفيلا اللي فيها الحكاية كلها. بس الفيلا دي إزاي وصلت للعيلة؟ الأول خليني أقولك مين الراجل اللي كان ساكن فيها قبلهم. 1958 وتحديدا في الزمالك، والد عزت أبو عوف ضابط جيش، شاف الحرب بعينه. شاف فيلا للبيع مساحتها 200 متر، مكونة من طابقين في أرقى شوارع الزمالك، والسعر ده أرخص بكتير من اللي مفروض يتعرض، وتحديدا كان 20,000 جنيه. طب ليه؟ لأن صاحبها رجل الأعمال اليهودي سيلفادور شيكوريل، صاحب المحلات التجارية الشهيرة في مصر، اتقتل جواها. وبعد وفاته ب40 يوم بالظبط زوجته كمان ماتت، وابنه وقع من السور وهو بيحاول يقطف مانجا ومات. 3 أرواح في بيت واحد. والناس بقت تقول الفيلا دي ملعونة. وده بيطرح سؤال مهم جدا: لو لقيت فيلا بسعر رخيص وعارف إن فيها حكايات قديمة، هتشتريها ولا هتعدي؟ قول لنا في التعليقات. بس ده مش كل الحكاية. عشان تعرف الحكاية كاملة لازم نرجع لورا شوية.